دايما كان بيجي في بالي كده، هو ايه اللي هيحصل فينا بالظبط واحنا بنموت؟ وهل هنشوف ملك الموت فعلا هو داخل علينا ولا لا؟ وهل ملك الموت زي ما الناس بتقول فعلا شكله وحش ومرعب؟ طب انا هحس بايه وملك الموت بيسحب في روحي؟ ولو انا هشوف ملك الموت فليه الناس اللي جنبي ما بتشوفوش زيي؟ كل دي اسئله كانت بتيجي في دماغي وكان لازم الاقي لها اجابه علشان ارتاح. بس اللي كان بيخوفني اكتر، ليه اول ما تيجي سيره الموت الناس تخاف جدا وتغير الموضوع بسرعه، مع ان دي الحقيقه الوحيده في حياتنا، وكلنا سواء صغير او كبير هيجي علينا يوم وهنشوف اللحظه دي وهنعيشها. فليه من دلوقتي ما ندورش ونعرف ايه اللي هيحصل فينا بالظبط علشان نكون مستعدين له، ولو في غلط في حياتنا فنلحق نصلحه بسرعه. فلو انت مهتم وعاوز تعرف ايه اللي هيحصل فيك بالظبط ساعه موتك، فتقدر تسمع الفيديو ده لاخر ثانيه، علشان مش هتلاقي كم المعلومات اللي في الفيديو ده في اي فيديو تاني. انا دورت وعرفت وواثق من كلامي. اما لو مش مهتم فكفايه عليك اول حد هنا، انت كده بطل، تقدر تروح تتفرج على اي حاجه تانيه تضيع بيها وقت. اشوفكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وفانزات في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معاكم اخوكم احمد شوقي، صاحب ومؤسس هذه القناة. هنا يا صديقي العزيز نقدم المزيد من الاثارة والتشويق والمتعة. بحكي لك كل جمعة ان شاء الله قصة تعلمك حاجة وتستفاد منها. بدأنا القناة دي من 9 شهور والحمد لله قربنا على 200,000 مشترك، فيسعدني ويشرفني جدا يا صديقي المتابع انك تشترك معايا في القناة دي وتشاركني رحلتي للنجاح اللي ان شاء الله هنحققها ايا كانت الصعوبات اللي هتواجهنا. انت جزء لا يتجزأ يا صديقي، انت مهم جدا عندي على فكرة. اعمل اشتراك في القناة، اشترك اهم حاجة صحتك. وبس كده يا صديقي، من غير كلام كتير يلا بينا نخش في الموضوع الشيق بتاعنا النهارده. الموت يا صديقي المتابع، الكلمه اللي بتخوف اي حد ساعه ما بتتقال، وده مع الاسف كاس وكلنا هنشرب منه، واقع وكلنا هنعيشه يا صديقي سواء صغير او كبير، كلنا هنموت في يوم من الايام. النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه كان بيتكلم عن الموت كتير قوي، وكان دايما بيذكر الصحابه بيه ويقول لهم اكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. وكمان يا صديقي العزيز عثمان بن عفان احد ال10 المبشرين بالجنه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام نادى عليه كده وقال له عثمان انت من ال10 المبشرين بالجنه، خلص، اخذ شهاده معتمده من النبي عليه الصلاه والسلام ان هو داخل الجنه خلاص. ومع ذلك يا صديقي كان يقف قدام القبر ويعيط، ولما سالوه انت بتعيط ليه؟ انت من ال10 المبشرين بالجنه وانت مكانتك عاليه خالص في الاسلام يعني. رد عليهم وقال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر اول منازل الاخره، فان نجا منه فما بعده ايسر، وان لم ينجو منه فما بعده اشر. وكمان علي بن ابي طالب كان بيوصي ابنه ويقول له يا بني ادرس الموت فإذا جاءك لا يفاجئك ولا يبهرك. فالموضوع صعب جدا جدا يا جماعة، ولازم تركز معايا في كل كلمة بقولها في الفيديو ده. عاوزك دلوقتي وانت ماسك الموبايل كده وبتتفرج عليها تتخيل معايا انك ترفع راسك كده تلاقي ملك الموت قدامك، مع ان انت اول مرة تشوفه، لكن ساعة ما تشوفه هتعرفه وهتعرف ان هو جاي علشانك. بتبدأ على طول تنمل اطرافك وخلاص ما انتش قادر تتحرك. ولكن في سؤال هنا يا صديقي، هو ليه الشخص اللي بيموت هو بس اللي بيشوف ملك الموت والناس اللي حواليه بتبقى قاعدة معاه ما بتشوفش ملك الموت؟ ربنا سبحانه وتعالى يا صديقي بيقول في القرآن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني كلنا كبشر لما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا خلق غطاء رقيق على عينينا بيمنعنا من ان احنا نشوف الملائكة، ولكن ساعة الموت الغطاء ده بيتشال، ساعتها بتشوف الحقيقة وبتشوف حاجات محدش هيقدر يشوفها غيرك منها ملك الموت. وساعتها بتعرف حقيقة الدنيا دي وان هي ضحكت علينا وشغلتنا وان هي برضه ما تسواش حاجة خالص جنب الاخرة، ويا بخت اللي استغلها صح في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وهنا بقى يا صديقي ننتقل لسؤالين مهمين جدا، هو ملك الموت شكله وحش ولا حلو؟ وهل بيجي لوحده ولا معاه حد؟ السؤالين دول يا صديقي بتحددهم حالتك او حالة الشخص اللي بيموت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يا صديقي لو شخص كويس وصالح ملك الموت بيكون شكله حلو جدا، وكمان بينزل معاه ملائكة رحمة شكلهم جميل، وبيكونوا جايبين لك هدايا كمان. هدايا؟ ايوه جايبين لك هدايا، بيكونوا جايبين لك يا صديقي معاهم كفن من اكفان الجنة، وجايبين لك معاهم حاجة اسمها حنوط، والحنوط ده ريحة من ريحة الجنة، حاجة جميلة قوي. انت اول ما بتشوفهم بتفرح اصلا وبتكون مبسوط، خلاص بقى يا باشا عاوز تسيب الدنيا وتمشي تروح معاهم. ساعتها ملك الموت بيقرب منك بالراحة ويقف عند راسك ويبدأ يسحب في روحك بالراحة، وهو بيقول يا ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان. ساعتها تخرج روحك بكل سهولة، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام وقال فتخرج كما تسيل القطرة من فم السقاء. يعني
يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما نقطة المية تنزل من الحنفية كده بالظبط. شفت السهولة اللي النقطة بتنزل فيها من الحنفية دي؟ روحك بتطلع من جسمك بالظبط كده. واول ما روحك تطلع مع ملك الموت، ملائكة الرحمة ما تسيبهاش في ايده لحظة، تاخد روحك على طول وتحطها في الكفن اللي كانوا جايبينه لك من الجنة معاهم، وكمان يعطروك كده ويخلوا ريحتك جميلة. انا شخصيا بشبه الوضع ده او بشوفه يعني زي بالظبط ساعة الولادة. تلاقي الطفل اول ما يجي على وش الدنيا مامته تمسكه كده وتكون فرحانة بيه جدا وتخاف عليه من الهوا الطاير، بتبقى عاوزة تريحه وتعمل له اي حاجة. فهنا بقى يا صديقي بعد ما ملائكة الرحمة تكفنك وتعطرك ياخدوك ويطلعوا بيك على السماء. وهنا اهل السماء ساعة ما يشموا ريحتك الجميلة يقولوا روح مين دي؟ ترد عليهم الملائكة وتقول لهم روح فلان ابن فلان، باكتر الاسماء اللي كنت بتحبها في الدنيا. يا اخي حتى ملائكة السماء فرحانة انك رحت لهم، كلهم عمالين يسألوا روح مين ده؟ روح مين ده؟ مين اللي ريحته جميلة ده؟ وانت بقى مبسوط يا باشا، مبسوط يا باشا بالملائكة. الملائكة بنفسها فرحانة بيه، انت مبسوط خلاص انك نجحت في كل اختبارات الدنيا وتحملت وصبرت علشان خاطر اللحظة دي. شفت ايام صعبة ومواقف تهد، ولكن كنت بتستحمل علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيعوضك عن كل حاجة وحشة شفتها في حياتك. المهم تتفتح لك ابواب السماء وتقعد تطلع من سما لسما لحد ما توصل للسما السبع. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه الى الارض فمنها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. ساعتها الملائكة تاخد روحك وتنزل بها تاني الى الارض واحدة واحدة، وهنا روحك هترجع في جسمك تاني في القبر. ده كله هيحصل وهتشوف البشريات الجميلة دي بس لو كانت روحك صالحة ومؤمنة. اما يا صديقي العزيز لو كانت روحك غير كده فانت هتشوف سواد عمرك ما شفت، وهتندم على كل لحظة ضيعتها في حياتك، وهتتمنى لو ملك الموت يسيبك دقيقة واحدة بس تتوب فيها. والله العظيم الكلام اللي جاي ده مرعب جدا وصعب، طريقة تخيله بس كده يا صديقي وانا بصور دلوقتي والله يعني مرعبة، حرفيا مرعبة. فصلى على النبي كده يا صديقي وتعالى احكي لك ايه اللي هيحصل بالظبط، ولكن جمد قلبك وخد نفس وعاوزك تشوف الفرق بين ده وده. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا كان العبد كافرا أو فاجرا نزلت ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح من النار. ملائكة شكلهم وحش جدا ومرعب، والمسوح ده يا صديقي اللي هو الثوب الخشن، الصوف اللي بيكون مليان شوك. انت متخيل ان الروح هتتحط في ده؟ هنا ملك الموت يجي بهيئة مرعبة، اول ما تشوفه اصلا هتتخض وهتترعب منه، وهتعرف ان كل اللي جاي سواد. بيقرب منك ويقف عند راسك ويقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فتتفرق الروح في جسده. من شدة الخوف من ملك الموت تلاقي الروح اتفرقت في الجسم كله بعد ما اتجمعت فوق هنا. علشان تكون عارف مراحل صعود الروح بتكون من القدمين، بعد كده للركبة، بعد كده للبطن. لو حد مات قدامك هتلاحظ ان بطنه عمالة تطلع وتنزل تطلع وتنزل، وبتكون أطرافه باردة جدا. ساعتها بتكون الروح في الوقت ده في البطن، وبعدها تطلع على الصدر، وآخرها عظمة الترقوة اللي بتكون موجودة هنا. كلا إذا بلغت التراقي الروح بتطلع من الفم أو الأنف، وبعد ما الروح بتطلع سبحان الله العين بتبص عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الروح إذا قبض تبعها البصر. علشان كده سبحان الله لما تلاقي حد بيموت تلاقي عينه مفتوحة وبقه مفتوح. أنا حكيت لك ده كله علشان تتخيل معايا الوضع كما هو عليه. بعد ما الروح تطلع من القدمين للركبة للبطن للصدر لعظمة الترقوة وتستقر هنا، ساعة ما تشوف ملك الموت تترعب وتتفرق في الجسم تاني. طب هنا بقى ملك الموت يسيبها كده؟ ملك الموت هنا بقى يسحب الروح دي سحبة تتقطع منها كل العروق والأعصاب اللي في الجسم، وده زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وهنا ملائكة العذاب تاخد الروح دي وتكون ريحتها معفنة ومقرفة، ويخبطوا على أول باب في السماء ولكن أبواب السماء ما تتفتحش ليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. شوف يا صديقي كده لما بتجيب الخيط علشان تحطه في الإبرة بيكون الموضوع صعب شوية، وده علشان خرم الإبرة اللي فوق ده بيكون صغير شوية، فتعرف انت بقى تجيب جمل وتدخله في الخرم ده مستحيل. فهنا بقى ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي فاتت دي بيوضح لنا وبيقول لنا ان هم مش هيتفتح لهم أبواب السماء أصلا ولا هيدخلوا الجنة إلا لما يدخل الجمل الأول من الخرم اللي انت شايفه ده. يعني حاجة صعبة جدا مستحيل. ولكن
ولكن هو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. احنا مالناش دعوه، احنا بنفسر الحاجه اللي جات لنا بس، لكن ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول اكتبوا كتابه في سجين. فالملائكه اول ما تسمع الكلام ده ترمي الروح دي من السماء للارض، مش ترميها كده وخلاص، لا ده الملائكه ترزعها في الارض من شده الرميه، الروح تنزل في بطن الارض تحت في سجين. انت متخيل ان كل الذل والاهانه والالم ده وهو لسه اصلا ما دخلش القبر بتاعه؟ كل ده بس كده لسه في البدايه، فبالك بقى اللي هيحصل في قبره. الامر يا جماعه اول ما نزل الاخره واللي بيحصل فيه اصعب بكتير قوي من اللي انت سمعته ده. انت متخيل ان القبر ده اصلا كل يوم بيتكلم؟ وده اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه: ما من يوم الا والقبر ينادي انا بيت الغربه، انا بيت الوحشه، انا بيت الدود. فيا صديقي يعني شيء مرعب حرفيا، والله شيء مرعب. انا عارف يا صديقي العزيز انك دلوقتي مستمتع ومتشوق وملهوف وعاوز تعرف ايه اللي هيحصل في القبر سواء للمؤمن او للكافر، ولكن الفيديو طويل قوي يا صديقي وانا مش عارف والله هقدر امنتجه ولا لا، يعني لسه بتعلم، يعني بكتب سكريبت لوحدي يا صديقي وبمنتج لوحدي وبعمل كل حاجه لوحدي. يعني اعمل لايك انت بقى، يعني بعد ده كله قدر واعمل لايك ولا حاجه، اشترك في القناه، ابعتها لاصحابك، يعني علشان حتى ايه احس ان مجهودي بيتقدر يا جدع. ايه دي؟ ايه المتابعين دول يعني؟ مش عارف والله. اهزر معاك يا صديقي، يعني اعمل لايك. ممكن يا صاحبي يكون الفيديو ده جالك دلوقتي وانت سمعته، ممكن دي تكون اشاره من ربنا سبحانه وتعالى ليك علشان تراجع نفسك وتشوف انت مقصر في ايه او انت مقصره في ايه. اوعى تفكر ان الموت بعيد عني او عنك. شوف كم واحد من صحابنا ماتوا كان ممكن انا او انت نكون مكانهم دلوقتي. وكمان هقول لك دلوقتي على دعاء النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا نقوله دايما علشان ربنا سبحانه وتعالى يهون علينا الكلام اللي انت سمعته ده: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. انا سايب لك الدعاء قدامك على الشاشه اهو، تقدر تاخده سكرين دلوقتي وتشيره في اي مكان وتحفظه وتقوله بعد التشهد الاخير في كل صلاه. واخيرا يا صديقي العزيز وصلنا لنهايه مقطعنا، والله العظيم ظهري وجعني بقالي ساعه عمال اصور فيه. يا رب تكون استفدت حاجه، تعبت جدا في تصويره وتحضيره ولسه هتعب في مونتاجه عشان حضرتك يا صديقي العزيز تتفرج عليه وتستفاد منه. فما تنساش تشترك في القناه وتضغط لايك عشان الفيديو يوصل في كل مكان، وتقول لي رايك تحت في الكومنتات. والقاكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.